السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا في الفيديو اللي فات عن النظام الأكونوميكري وأسلوبه وطريقته، وشفنا قد إيه هو سيستم مفيد جدا، وخصوصا عندنا هنا في مصر. ده بقى التطبيق بتاعه هنا في مصر وعلى الطبيعة. هنشوف 3 أحواض. الحوض اللي احنا شايفينه ده كان الكثافة فيه حوالي 280 سمكة في المتر المكعب، والحوض التاني الكثافة بتاعت السمك وصلت فيه 320 سمكة في المتر المكعب، وادانا انتاجيه على فكره عاليه، يعني مش على حساب متوسط وزن السمكه الواحده، بالعكس. متوسط الاسماك كان ما بين 300 و 350، وفي اسماك وصلت 400 جرام. كان اقل احجام كانت 150 الى 200 جرام، وكانت النسبه بتاعته حوالي 20 25% من عدد الاسماك اللي موجوده، لكن معظم الاسماك كانت حوالي من 75 ل 80%. كان متوسط الاسماك وزن السمك فيها حوالي 300 350 جرام، يعني 3 سمكات في الكيلو. السيستم ده هنشوف حوض ثالث اخير، هنشوف في الاخر هنتكلم عنه، لكن خلينا نقول ان السيستم ده بيوفر كتير جدا في الميه، يكاد يكون مفيش تغيير ميه. بيوفر، هو يمكن الحاجه الوحيده بس لازم تكون الكهرباء شغاله 24 ساعه علشان ضخ الاكسجين في الميه، لان مهم جدا الاكسجين هنا للاسماك وللبكتيريا اللي موجوده، لان السيستم بتاع الاكونوميكري بيعتمد على مجموعه من الاعشاب والبكتيريا اللي بتحافظ على جوده الميه، وبتحول المخلفات اللي موجوده كلها لبروتين ميكروبي يتغذى عليه السمك تاني، فبتوفر طبعا كمان في الاعلاف وفي تغيير الميه. السيستم ده احنا ان شاء الله هنطبقه في ان احنا بننتج وحدات قريب لتربيه اسماك في البيت، تنتج لنا من المتر المكعب من 50 كيلو ل 70 كيلو كمان اسماك بلطي في الدوره. زي ما احنا شايفين كده الحوض اللي فيه 5000 سمكه في 28 متر، في 21 متر مكعب فقط، يعني لا غير.